حبيتي ديري كسرة سهلة وفي متناول الجميع وعندك مقادير هذوما كامل في الدار. جربي هذه الطريقة وتبعي معايا المقادير كامل وتحصي على نتيجة رائعة. هي كسرة قطو بالزرع. هنا عندي 3 كيلات تاع سميد يكون متوسط، عندي كيلة تاع فارينة. راني نقول لكم يعني بالضبط يعني شحال درت فيها كامل. هنا نحركو مليح النواشف، من بعد نزيدو مغرفة صغيرة سكر ومغرفة صغيرة خميرة الخبز. هنا عندي زرارع، عندي حبوب الشيا، عندي سانوج، عندي جلجلان. هنا عندي مغرفة صغيرة خميرة الحلوى، مغرفة صغيرة ممسوحة. عندي مغرفة هذاك الملح، من بعد الخميرة ملح خميرة، مغرفة مارغرين. عندي نص كاس زيت. هنا نبسو العجينة تاعنا بهذه الطريقة، من بعد نستعملو كفوف اليد، يعني راح تبسي العجينة ديالك بكفوف اليد هكذا بهذه الطريقة. هذه الطريقة اللي هذوك الزيوت اللي فيها كامل راح يتخلطوا مع العجينة. عندي نص كاس حليب، نزيدولو الماء يعني على حساب السميدة ديالك فاش يتشرب السوائل. كانت هذه الكمية هذه ساعات تكفيني، لكن ساعات السميد اللي يكون يتشرب تزيديلو شوية تاع ماء. نبقاو نطمو في العجينة تاعنا. هنا ما كفاتنيش، زدت شوية تاع ماء. طمي العجين ديالك هكذا. من بعد هنا باش نرطبو العجينة، شوفي كيفاش تعجنيها. نعجنوها بكفوف اليد. هنا نطمو فيها باش ما يبقاوش هذوك الخطوط تاع الماء. هنا بعد اللي طميتها نغطوها ونخلوها تريح حوالي 10 دقائق. من بعد نعاودو نولو ليها، نعاودو العجينة تاعنا هذه نقسمها. هنا هاد العجينة حنقسمها على 4 على حساب. تقدي ديريهم صغار، تقدي ديريها، تقدي 3، تقدي ديري في هاد الخبزات هادو 3 كيما تقدري ديريهم صغار كامل يخرجوا لك 6. هنا هاي ليك، هنا نطم فيها، راني نوري للمبتدئات ما يعرفوش كيفاش يطموا العجين. هاي ليك كيفاش تطميها. من بعد نحلوها في الاول باليد، من بعد نحلوها بالحطبه تاع الحلوه يعني بالحلال. هنا هم ليك بعد اللي كملتهم نخلوهم يريحوا حوالي 5 دقائق. من بعد نرفدو الخبزه تاعنا. شوفوا شحال سهله كي ترفديها. هنا راني حنطيبها في المقله، تقدري تطيبيها في الطاجين، طاجين الفخار، طاجين الحديد كيما تحبي. هنا هاي ليك، شوفوا كيفاش تحمر. ومن بعد نكملوها بهاد الحطبه هذه. النار تكون متوسطه وتحصلي على نتيجه رائعه، كسره قاطو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. نتمنى لكم الخير ان شاء الله، والسلام عليكم.